طب يا جماعه دي قناه روتين ويوميات مطبخ نونا، اشتركوا فيها وفعلوا لها الجرس ودمروا لها الدنيا سبسكرايب كتير ولايكات كتير وكومنتات كتير، وقولوا انتم التيم بتاعنا وزينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هعمل لكم حاجة كده في ناس كتير ما بتحبهاش، بس طبعا لو عملتوها بالطريقة اللي انا هعملها النهاردة دي هتحبوها جدا ومش هتحسوا بأي حاجة وتبقى طعمها جميل كده. هنعمل طريقة مختلفة النهاردة، هعمل لكم طاجن الكوارع المخلي. الطريقة دي سهلة جدا جدا وجميلة جدا جدا، وطبعا بيتعمل بقى جنبها شوية رز كده يبقى حلوة قوي. طبعا قبل ما ابدا الفيديو بتاعي واقول لكم اي حاجه، ما تنسونيش في اللايك وفي الكومنت واشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا شير كتير للفيديو ده، وعايزاه يوصل لاكبر عدد من اللايكات. بجد اللايك بيفرق معايا جدا، والكومنتات بتاعتكم الحلوه دي هي اللي بتخليني استمر وتخليني ان انا اتشجع ان انا اعمل فيديوهات كتير. طبعا على قد ما بقدر بحب اعمل لكم حاجات مختلفه، مش عايزه اعمل لكم حاجه تقليديه، يعني انا بحب اعمل لكم الحاجات اللي هي المختلفه وفي نفس الوقت موفره جدا والبنات اللي لسه بادئه. تمام، يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونسمي بالله. بسم الله. اول حاجة معانا كوارع، انا غسلاها كويس جدا كده ومنضفاها كويس. معايا طبعا بصل ومعايا طماطم ومعايا فلفل ومعايا طبعا البهارات بتاعتي. اول حاجة قبل ما ابدأ الفيديو، طبعا الكوارع بنغسلها كويس جدا. بتحطيها الاول في محلول ليمون مع شوية مية، بتسيبيهم ساعة. بعد كده بترجعي تصفي المية وبتسيبي الليمون في قلب الكوارع بتاعتك. وبعد كده بتحطي شويه دقيق بتاع كوبايه دقيق او نص كوبايه دقيق على حسب الكوارع اللي معاكي، وبتحطي عليهم شويه خل من غير اي نقطه ميه وتدعكيهم في بعض جامد. بتمسكي الكوارع بتاعتك وتدعكيها بالدقيق جامد وبتسيبيها نص ساعه. وبعد نص ساعه بتغسليها بتلاقيها زي الفل كده، متلاقيش فيها اي ريحه ولا اي ريحه كريهه من اللي احنا بنعمله. طبعا دلوقتي انا حاطه حله على النار سايبه الميه فيها تغلي. هعمل اول حاجه معاكم عشان نضيع ريحه الكوارع. يلا ابدا اقول لكم هنعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين انا قبل ما ابدا معاكم الحلقه، طبعا قبل ما ابدا الفيديو معاكم انا كنت حاطه حله على النار وحاطه فيها ميه عشان تغلي، وهي كده غلت بالشكل ده، ميه بس من غير اي حاجه. هنزل بقى بالكوارع بتاعتي كده. بسم الله. اهم حاجه تكون الميه مغليه، ما تحطيش ميه ساقعه وبعد كده ترفعيهم على النار، هي الميه تبقى مغليه. بعد بقى ما حطيت الكوارع كده بالشكل ده، هحط بقى معاهم شويه خل صغيرين جدا كده، وهسيبها تغلي لمده 5 دقايق كده، يعني تاخد غلوتين مع بعض كده او 3، وبعد كده هرجع اقول لكم هعمل ايه. انا دلوقتي الاول اغطي معاكم بقى كده عليها عشان تغلي. طبعا بعد ما سبتها بقى دلوقتي 10 دقايق بالظبط، انا بقى هفتح عليها كده غلت معايا اهي. هي مش مطلعه اي رواسب لاني انا غسلاها كويس ومنضفاها كويس جدا، بس طبعا انا هكب الميه دي دلوقتي كده قدامكم. هقفل بقى عليها كده، وهبدا ان انا اخد الحله بتاعتي كده واكب الميه اللي عليها. طبعا انا دلوقتي كبيت الميه من عليها خالص، وقمت حاطه، كنت غاليه ميه في الكتل، نزلت عليها بميه سخنه برده مش ميه ساقعه عشان ما تكشش معاكي وتغير معاكي في السوا. انا بقى اسيبها هنا تصفي خالص الميه اللي كانت فيها دي خالص، بعد ما شطفتها كمان بالميه السخنه، وهحط حله على النار ميه تانية بقى نضيفه، واحط فيها بقى البهارات بتاعتي. طبعا بعد ما حطيت بقى حله على النار والميه بتاعتها غلت كده، هنزل بقى بالخضار بتاعي ده اللي هو البصل والطماطم والفلفل بالشكل ده كده، وهحط معاها ورق لوري، وهحط شويه البهارات مشكله اللي هي ال7 بهارات، وشويه فلفل اسمر، وهحط معلقه سكر صغيره، وهسيبهم يغلوا مع بعض. وبعد كده انزل بالكوارع بتاعتي.
طبعا دلوقتي بعد ما الخضار بتاعي غلى معايا شويه مع البهارات، هنزل بقى بالكوارع بتاعتي كده. بسم الله. كده، وابدا انزلهم تحت كده عشان يغلوا مع بعض كويس ويستوى حلو قوي كده. انا بقى اغطي عليهم طبعا معلقه السكر دي عشان ما يغيبش في السوا. هغطي عليهم بعد ما تستوى خالص هرجع اوريها لكم. وطبعا بقى دلوقتي لحد ما الكوارع بتاعتنا تستوي هنعمل الطشه بتاعتها. نحط بس شويه زيت كده كده، وهنسيبهم يسخنوا. بعد ما الزيت سخن معانا شويه كده هنزل بقى بالثوم، معلقه ثوم كده مش كبيره قوي يعني كده، يا دوبك بس يطلع ايه، ياخد يصفر معانا كده ويطلع ريحه، بس مش هنحمره خالص كده. طريقه جميله جدا وهتعجبكم عن لما تكون مسلوقه. بس جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، واللي عايز مني اي حاجه يكتبها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله على قد ما اقدر هعملها لكم. طبعا بعد ما عملت التومه كده هنزل بشويه خل، شويه خل صغيرين كده، وهقلب برضه كده في الخل كده. ريحتها فظيعه، خلي مع الثوم ريحته جميله جدا. بعد كده بقى هنزل معايا بكوبايتين عصير طماطم كده. بعد ما حطيت الطماطم كده احط عليها بقى معلقه صلصه كبيره كده، اقلبها فيها واسيبها بقى تغلي مع بعض كده، حاجات بسيطه. طبعا بعد ما خليت اول غلوه مع بعض كده هنزل معايا فلفل مقطعه صغير كده، هنزل بيه كده واقلبه فيه برده كده. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، شويه كمون كده، واحط شويه سبع بهارات، وطبعا شويه فلفل اسمر، وطبعا هنحط مرقه ماجي، وهنقلبهم في بعض بقى كده كلهم بالشكل ده كده. وهسيبها بقى تتسبك مع بعض شويه. وبعد كده هحط لها بقى اشوف ملحها واحطها لها. طبعا بقى بعد كده احط لها شويه ملح، حاجات بسيطه علشان طبعا المرقه بتاعتنا فيها ملح، والشوربه بتاعت الكوارع طبعا هتبقى برضو فيها ملح، فهنحط حاجات بسيطه كده. دقيقه بالظبط وهقفل عليها. طبعا وزي ما انتوا شايفين كده بعد ما اتسبكت بقى انا هقفل عليها لحد ما الكوارع بتاعتي تستوي، وهخليها قدامكم وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. انا كده هقفل عليها. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الكوارع، استوت معايا خالص اهي جدا، بقت مستويه خالص اهي زي ما انتوا شايفين كده، مستويه خالص. انا هخليها بقى قدامكم كده الاول وبعد كده اقول لكم هعمل ايه كده.
كده هخليها بقى من العظم خالص بالشكل ده كده، وابدا اقطعها قطع صغيره خالص كده. تمام، انا هخليها بقى كده، وبعد ما اخلصها هرجع اوريكم زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم شايفين انا كده خليتها خالص كلها من العظم، مفيش فيها اي عظم ولا اي حاجه. طبعا انا دلوقتي هقسمها، انا هعمل الطاجن اللي هو في الطاجن الكوارع هعمله في الطاجن الصغير ده، وهعمل النص التاني هعمله اللي هي في الشوربه، عشان مثلا اللي حابب ان هو ياكلها في الشوربه كده عادي مسلوقه عادي جدا ماشي مفيش مشكله. انما هنا اللي عايز ياكلها في الطاجن هنعملها في الطاجن ده معاكم دلوقتي. انا دلوقتي اول حاجه هنزل معاكم بقى الكوارع اللي انا خليتها كده كده بالشكل ده، وبعد كده بقى انزل بالصلصه بتاعتي. طاجن جميل جدا ينفعك في العزومات، لو عندك عزومه ممكن تعمليه بشكله شيك جدا ومختلف جدا عن الكوارع العاديه اللي احنا بناكلها. ده طاجن كوارع تحفه جدا. بعد كده ابدا بقى اوزع الصلصه بتاعتي كده، ادخلها في الكوارع بتاعتي كلها كده كده كده، عشان بحيث ان الكوارع بتاعتي تشرب من الصلصه بتاعتي تبقى طعمها حلو جدا كده. وهبدا بقى اعمل ايه تاني، وبعد كده ابدا احط لها بقى إيه كبشتين شوربه كده او كبشه واحده تدي طعم للطاجن بتاعي كده. وابدا ان انا برضو ادخل الشوربه، عايزه الطاجن بتاعي كله ياخد من طعم بعض بالشوربه من الصلصه اللي انا عملتها اللي هي الطشه بتاعتها. جميل جدا، حاجه بجد تفتح النفس وتحفه جدا. والناس بقى اللي بتاكلش الكوارع اعمليها بالطريقه دي بجد مش هتحسي باي حاجه وتبقى طعمها جميل. والكوارع مفيده جدا للعظم وكل حاجه، يعني بصراحه فظيعه جدا للحاجات اللي هي بتاعه العظم، لو جسمك او اي حاجه بتبقى جميله جدا للعظم. انا دلوقتي بقى هدخلها الفرن تاخد وش كده وتغلي غلوتين مع بعض، وبعد ما تطلع هوريها لكم. وزي ما انتم شايفين ده شكل الطاجن بعد ما طلع من الفرن، شكله حلو جدا. وده طبعا اللي انا عملته بشوربه عشان اللي مش حابب ياكله في الطاجن ياكله كده مسلوق بالشوربه، وعملته جنبه شويه رز زي ما انتم شايفين كده. انا بقى هحاول اوريكم بقى الطاجن شكله عامل ازاي، ريحته جميله جدا. شايفين شكل الطاجن حلو جدا، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يا ريت الناس اللي بتتفرج على الفيديو تعمل لايك كتير وتعمل شير للفيديو. باي باي.